عايشين في البحر وغادي نموتوا فيه. هذه هي العقليه ديال القبائل ديال باشا اللي الاغلبيه فيهم موجودين في اندونيسيا. هاد القبيله ولادهم كيتعلموا يعوموا قبل ما كيتعلموا يتمشاو على رجليهم. مجرد ما تشوفهم غادي تكذب على راسك وتقول باللي حنا ما عايشينش في 2024، حيت هاد الناس اخر الهم ديالهم هي التكنولوجيا او التاريخ اللي كيحدد لينا العمر والسنين اللي واصلين ليه. الهم الوحيد ديالهم هما يهبطوا للبحر يصيدوا وياكلوا هذاك الشيء اللي جمعوا ويديوه للدار اللي اصلا حتى هي فوق الماء. تقريبا كيتكونوا من مليون نسمه مفرقين بين اندونيسيا وماليزيا وحتى الفلبين. نسبة كبيرة منهم كتآمن بالله، يعني كاملين مسلمين، والدليل هو الجامع اللي موجود حتى هو فوق الماء، وكتلقى كل واحد في الخيمة ديالو كيعلم ولادو القرآن. الرجال ديال هاد القبيلة المهنة الوحيدة ديالهم هي الصيد. هاد المهنة كتخليهم يغيبوا على النساء ديالهم وعلى ولادهم لمدة 10 شهور، حيت هذه هي الوقيته ديال الصيد. هذه هي الوقيته اللي كيصيدوا فيها وكيبيعوا هذاك الشيء اللي صيدوا في مناطق وحده اخرى. وملي كيسالي موسم ديال الصيد كيرجعوا عند ولاد وفي يديهم المونه اللي غادي يعيشوا بها. وكاين منهم اللي ما كتهموش شي حاجه سميتها الدار وما كيهموش يبني شي خيمه اللي غيعيشوا فيها ولاد، وكيقضي غير بالخيمه اللي كتكون فوق من الفلوكه اللي غادي تغطيه هو ولادو تحميه من الشمس ومن الشتاء. فتخيلوا معايا عائله كامله عايشه فوق من الفلوكه، وحيت المدرسه ماشي شي حاجه مهمه بالنسبه لهم، حتى ولادهم كيسكنوهم معاهم فوق من الفلوك، كياكلوا وكيشربوا وكيديروا كل شيء فوق من هذه الفلوك. وبما اننا كنهضروا على البحر خلينا دابا نهضروا على الغطيس اللي هي الرياضه اللي بزاف منا كيتمناو يجربوها. فلنفترض بغيتي تغطس ضروري خاصك تكون لابس الكومبين، عاد زيد قراعي ديال الاكسجين اللي خاصهم يكونوا لاصقين ديما في الظهر، وضروري ما يكون معك شي كيد او لا كوتش اللي غادي يكون معك في اي خطوه كديرها وسط من البحر وغادي يتدخل في اي لحظه صعيبه عليك، وضروري ما خاصك تتبع التعليمات ديالو. فما بالكم بهذا الشعب كيغطس وسط من الماء، كندوي على الفندق اللي الغرق ديالو ممكن يوصل ل 70 متر بلا كومبين بلا قرعه ديال الاكسجين. وباش نزيد نصدمكم هاد الناس قادرين يبقاو غاطسين لمده 15 دقيقه بلا ما يتنفسوا بلا ما يخرجوا، وهذا راه رقم قياسي بالنسبه للانسان عادي اللي ما يمكنش يفوت 5 ديال الدقائق هو غاط. الطريقه ديال الصيد ديالهم اللي معروفين بها معتمده على المشي فوق من الرمله اللي موجوده في العمق، وهذا الشيء علاش الناس لقبوهم بغجر ديال البحر ومطبطين المعنى الحقيقي ديال المثل المغربي حرفة بوك اللي يغلبوك. هذا الشيء علاش كتلقى الجد والاب وحتى الولد كيغطسوا كياخذوا نفس الحرفه اللي هي الصيد باش يعيشوا. هاد الناس اختاروا يعيشوا بطريقه غير عاديه، الحاجه اللي لفتات الانتباه ديال بزاف ديال السياح وخلاتهم يقلبوا على هاد المنطقه وهاد القبيله فين جات، وخلاتهم يمشيو عندهم باش يكتشفوا اكبر قريه عائمه اللي كاينه فوق من الماء. هاد الشعب الا قدر الله وجا شي تسونامي حتى شي واحد فيهم ما غادي يبقى عايش، حيت كاملين جاو فوق من الماء. وانت كتمشى وسط من هاد القبيله اللي الطرقان ديالها كاملين مصنوعين غير من الخشب ديال الشجر، تغلط في شي خطوه وحده ممكن تلقى راسك وسط الماء، ممكن تلقى راسك فيها زكام. دابا في نظركم واش كاين شي مغربي ممكن يوصل ل 15 دقيقه وهو غاطس وسط الماء بلا اكسجين بلا حتى شي حاجه؟ خليني الجواب ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.